أهلا بيكم في رحلة جديدة لأسرار الثراء من كتاب أغنى رجل في بابل. في المرة اللي فاتت تعلمنا القاعدة الأولى: ابدأ بحفظ جزء من كل ما تكسبه. النهاردة هنتعلم القاعدة التانية والأهم: تحكم في نفقاتك. بتبدأ القصة مع أركاد، أغنى رجل في بابل، وهو بيقابل صديقه كوبي. كوبي كان بيكسب كويس، لكن دايما فلوسه بتخلص قبل نهاية الشهر. سأل أركاد: يا كوبي، إيه هي الحاجات الضرورية اللي بتصرف عليها؟ رد كوبي: كل حاجة ضرورية، الأكل، اللبس، البيت، وكمان الترفيه البسيط. ضحك أركاد وقال: أنت بتخلط بين النفقات الضرورية والأمنيات اللانهائية يا صديقي. دي مشكلة بتقابلنا كلنا، كل ما دخلنا بيزيد نفقاتنا بتزيد معاه. أركاد شرح إن أهم خطوة للثراء هي إنك تفرق بين الحاجة والرغبة. القاعدة التانية بسيطة جدا: خصص جزء معين لا يزيد عن 90% من دخلك للنفقات. لو بتكسب 100 دينار ما تصرفش غير 90، ال10 دول اللي للادخار والاستثمار. طب لو الدخل زاد، لو بقيت تكسب 1000 دينار، بيحذرك أركاد لا تقع في فخر زيادة المصاريف. لما الدخل بيزيد الرغبات بتزيد، بتشوف عربية أغلى أو بيت أوسع. القاعدة هنا: مهما كان دخلك لازم تتحكم في مصاريفك وتخليها أقل من 90%. اعمل ميزانية واقعية، اكتب كل قرش بتصرفه. لو اكتشفت إن نفقاتك بتتجاوز 90%، لازم تحدد إيه اللي ممكن تستغنى عنه. ممكن يكون اشتراك مش بتستخدمه أو وجبات جاهزة كتير. أركاد قال لكوبي: التحكم في النفقات هو السيطرة على نفسك، وده أساس الثروة. دي مش حرمان، ده تنظيم للفلوس عشان تخدمك أنت، مش أنت اللي تخدمها. النتيجة: كوبي طبق القاعدة دي وبدأ يشوف مدخراته بتنمو بسرعة. ودي كانت القاعدة التانية للغنى: تحكم في نفقاتك. انتظروا القاعدة الثالثة في الفيديو القادم. ما تنسوش الاشتراك واللايك والتعليق برأيكم.